بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وصحبه وسلم عليها أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله هنعمل مع بعض حاجة جميلة أوي، كبسة الفراخ بالبطاطس أو بالخضار. بمعنى أنا عندي ما شاء الله يعني فرخة ونص، يعني أزل من فرخة. طبعا بالنسبة لتقسيمة الفراخ حسب أعداد الأسرة. لو عدد 4 أنفار بتحط 4 حتت، 5 بتحطي 5، 7 بتحطي 7، على حسب. انا عندي بسم الله ما شاء الله، انا عندي 8 قطع اهمت ما شاء الله. وعندي بعمل ايه بقى، بجيب حله زي ما حضرتك شايفاها كده، حله عاديه جدا، حاطه فيها ربع كوبايه ميه. وبجيب الماده الدهنيه اللي بتبقى في الفرخ، يعني بيبقى في الورك مثلا بسم الله ما شاء الله بيبقى فيه هنا حته دهنه، هنا في حته دهنه، بيبقى مثلا هنا في دهن بسم الله ما شاء الله. بشيل القطعه من هنا ديت واحطها في الحل. انا بشوح فراخي منها فيها، بمعنى انا ما بحطش اي دهان نهائي الا ممكن معلقه سمن بلدي، بس دهاني بيبقى منه فيه، لان طبعا احنا مش ناقصين دهون، ففايدتها ان ناخدها ايه منها فيها. طب احنا هنعمل ايه، احنا دلوقتي بنشوح الدهنه بتاعتنا، بس طبعا ما ينفعش نحطها في الحله تكون ناشفه، لازم نحط عليها ربع كوبايه ميه، بحيث اللي هي ايه تاخد وتدي مع بعض وتسيح مع بعضها. حتى ما شاء الله بدات تعمل الطبقه الدهنيه اهيت، عايمه على الوش اهيت، ولسه بتقول يا هادي. بسم الله ما شاء الله، انا صبرت عليها 3 دقايق ما شاء الله، عملت ماده دهنيه والله منها فيها، انا ما حطيت دهان. وقدام عينيك اهيت انا هحط معلقه سمن بلدي. الرحمن الرحيم. طب ايه الخطوه اللي بعد كده، انا بجيب الفرخه بتاعتي رايحه محمرها كده. بسم الله ما شاء الله. بس انا طبعا مش هحطهم كلهم مره واحده عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، انا عاوزه اشوحها واحمرها منها فيه. فانا بعمل ايه، هعمل 3 قطع ب3 قطع. والبقى اهوت بسم الله ما شاء الله. ادام بقيتها اهيت، وقطعة قطعة هطلعهم 3 ب3. بسم الله ما شاء الله، ادت اللون الذهبي معايا اهيت. هطلعها، عشان والله انا بصور بايد واحدة، مني بنفسي ما شاء الله في الجد. طبعا انا بطلعها بصفها من الدهنة ما شاء الله، ادت اللون الذهبي الجميل معانا اهي. وحمرتها برده من قدام ومن ورا، يعني من الجهتين. ما شاء الله انا بحط بقيه الكميه وهحمرها برده واوريها لكم لغايه اما تديني اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفاه ده، واقول لك الخطوه اللي بعدها نعمل ايه. طبعا انا مش هطول عليكي الفيديو، استنى اما تتحمر، فبفصل بحيث ان انا ما اطولش معاكي الفيديو. وهحمرها برده بقيه الكميه واوريها لكم. ما شاء الله، وده الجزء التاني اهوت منها اتحمر بسم الله ما شاء الله، برده واغسله. بسم الله ما شاء الله. واكمل الكميه. بسم الله ما شاء الله، انا حمرت الكميه اللي معايا كلها، هنزل بالفلفل بتاعي والبصل. بسم الله الرحمن الرحيم. مكان ما حمرت الفراخ نفس الدهان برضه، بس انا بصراحه بامانه انا شايله شويه دهان. طب ايه، لان هي بسم الله ما شاء الله رمت معايا دهان كتير جدا، فطبعا احنا مش واخدين دهون مش هنكتر في الدهان، فانا شلت شويه دهان وهقول لك هنعمل بيه ايه. يا ريت ما تنسونيش في شير ولايك واشتراك في القناه، فضلا وليس امرا، مطبخ ست الكل ام شيماء. هنديه تشويحه كده واقول لك الخطوه اللي بعدها هنعمل ايه.
ما شاء الله. وهي اتشوحت معايا اهيت، ادت اللون الذهبي الجميل، والبصله اتلدنت معايا. هحط فصين توم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله مكسب طعم وبيديها ريحه الله ما شاء الله ريحتها بصراحه. البصل مع الفلفل مع فصين الثوم لما اتحطوا ما شاء الله ادوا ريحه جميله جدا. بسم الله ما شاء الله. طب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ انا معايا طماطم طرنشات، طماطم مقطعاها حتت ايه طرنشات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بيه. الرحمن الرحيم. واقلب الخليط كله على بعض. طب انا عاوزه اديها مكسب طعم، انا بجيب طماطمايه ما هياش جامده يعني حلوه متلينه شويه، ببشرها وبحطها، بتديها طعم في منتهى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هتحطي طماطمتين محترمين كده ايه طرنشات، وبعد كده طماطميه تبشرها في المبشره. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ما شاء الله معايا مجموعه توابل، معايا بهارات الفراخ، معايا ملح شطه كمون فلفل اسمر، معايا قرنفل، معايا حبهان، يا رب تكون الكاميرا ظاهراه، معايا ورق لوري، معايا قرفه، ولو شعر الجنزبيل مفيش مانع. هحط كل الخليط ده. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا. انا هقلب ايه البهارات بتاعتي وكل الخليط ده مع بعض. ما شاء الله مدي ريحه في منتهى الجمال. وهحط نص كوبايه ميه، نص، ايوه نص كفايه. حابه تحطي كوبايه بلاش كوبايه، خليها نص. هو ما شاء الله بياخد غلوه معايا اهيت. واحط نص كوبايه ميه. ادي الميه اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. طب الخطوه اللي بعد كده انا بسيبه يغلي مع بعضه لمده 3 دقايق. طب انا معايا الخضار بتاعي، ممكن حابه تحطي بسله، حابه تحطي كوسه، حابه تحطي فاصوليا خضراء، اي نوع خضار انت حباه. انا بصراحه عندي الاولاد حابين البطاطس وحط عليها جزر. ممكن لو حابه تحطي عليها برنجانيه سمره وتخرطيها مكعبات مفيش مانع، تديها طعم جميل برضه. طب احنا الخليط الجميل بتاعنا ده هنعمل فيه ايه بقى؟ بسم الله ما شاء الله. اللي احنا عملناه ده بسم الله ما شاء الله بحته بقماشه كده، قطعه قماشه، وامسك الحله واقوم رايحه قلبها على الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هتعملها كده؟ اه هعملها كده. صراحه طريقه جميله جدا. الخضار مع البطاطس مع الجزر بيديها طعم في منتهى الجمال. طبعا الصوص بتاعها طبعا بتاع الطماطميه المبشوره، زائد نكهه الطماطم والبصل والثوم والفلفل وتحميرها مدين ريحه في منتهى الجمال مع التوابل. حتى القرنفل ما شاء الله هوت هو برده ما شاء الله، او المسمار زي ما بعض الناس ما بتسميه. انا حاطه حوالي 4 وحدات ولا حاجه او 5، حسب ما انت ما بتحب، بس مش بالكتره طبعا. الشيء إن زاد عن حده يتقلب لضد. فطبعا ايه كل حاجه في المعقول. ما شاء الله. وطبعا انا عندي ما شاء الله هي الصوص بتاعها اهي، ما شاء الله مدي اللون الاحمر، لان طبعا الطماطميه اللي انا بشرها ديت بصراحه مديه لون في منتهى الجمال. طب الخليط مع بعضه طبعا انا هسيبها دلوقتي على البوتاجاز، ممكن تحطيها في الفرن، بس انا طبعا نظرا لغلو الانبوبه وطبعا هيديكي نفس النتيجه، انا هحطها على البوتاجاز لمده ايه 10 دقايق. 10 دقايق، 10 دقايق لربع ساعه حسب النار اللي عندك، ممكن ربع ساعه، ممكن 10 دقايق لو النار عندك عاليه. طب هتعملي ايه بعد كده؟ انا معايا الفراخ بتاعتي هسقطها بعد العشر دقايق. طب ماشي، انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هسقط الفراخ اهي واسيبها مع البطاطس مع الخضار 10 دقايق. طب انت لو عندك الاولاد حابين شرب، ايه النصيحه اللي انت بتقدمها لنا يا ماما؟ هقول لك يا حبيبه قلبي، ومعايا عصره برضو ليمون انا ناسياها. بسم الله الرحمن الرحيم. بتديها ريحه حلوه بصراحه وطعم حلو. طب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ انا طبعا هحط الفراخ بتاعتي على البطاطس لمده ايه ربع ساعه واطفي عنها. ماشي يا حبيبتي، ربع ساعه اهي. هي ما شاء الله متحمره، طبعا مع تحميرها خد وقت في التحمير، فخد ايه نص السوا بتاعها. فانا هحطها واحمرها.
وفي نفس الوقت طب انا عاوزه شرب، هقول لك يا حبيبتي ممكن تحطيها الدهان اللي احنا حشناه مع بعض، وقلت لك هقول لك نعمل بيه ايه. ده الدهان اللي احنا كنا دهان الفرخه منه فيه، زائد معلقه سمن بلدي. اذا متوفر عندك سمن بلدي متوفر، مش متوفر مفيش داعي. هي ما شاء الله كده كده بتنزل دهان بنسبه عاليه. طب انا هعمل ايه بالدهان ده؟ انا هحطه في حله الومنيا عادي، وهحط الفراخ بتاعتي اديها غلوه لمده ايه، من 7 دقايق ل10 دقايق، واطفي عنها البوتاجاز. هتديكي طبق شوربه في منتهى الجمال. طب بالنسبه هنا بقى طبعا لما عملتها بشوربه، فطبعا عشان ما تهراش مني فبحطها على الوش، واحط ايه، واحط عليها معلقه صلصه، واحطها في الشوايه. وهوريكي النتيجه برضو، وهوريكي الشكل النهائي، وان شاء الله هينول اعجابك. بس يا ريت ما تبخلوش عليا بشير ولايك واشتراك في القناه، لان بصراحه يعني اليوتيوب ظالمنا بصراحه. القنوات بتاعتنا مخليها لورا خالص، ما بيظهرهاش الا اذا حد يعرفنا. يقول مطبخ ست كله مش هيماء بتظهر، ما يعرفناش ممكن الفيديو يظهر يوم او يومين وبعد كده يلغوه. فطبعا الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى، ثم لكم لما تشتركوا، ولما طبعا تشاهدوه، فطبعا ان شاء الله هيشاهد. بس بامانه انا بقول لكم بطريقه جميله جدا، وهتدعوا لي لما تعملوه. وهي شكلها تحفه والله، والله شكلها فاتح شهي. برضه ايه مش هبخل عليكم، بنفس الحله ونفس الحله اللي انا عملت فيها مكان البهاريس والريحه الجميله بتاعتها، هحط الدهان اللي انا ايه فاض مني. طب وبعد كده هعمل ايه؟ معايا الفراخ بتاعتي هرصها. ده بالنسبه طبعا لو الاولاد حابين الشرب. بسم الله ما شاء الله. طب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ انا هحط عليها، انا معلقه على النار اهي، معلقه عليها على النار. هحط عليها كوبايتين ميه واسيبها تغلي 7 دقايق، بحيث ان هي تعمل ايه شرب، بس ميه مغليه. انا حطيت الميه بتاعنا، هحط معايا ورقه لورا، ورقتين يعني، وحبهان، بس الحبهان انا بفتحه، والمسمار، وقرفه خشب ومسكه. بسم الله الرحمن الرحيم. طب وبحط عليها طبعا الشوربه، هحط عليها شعره ملح خفيف بحيث الفراخ ما تبقاش حد. دي بالنسبه، انا طبعا عندي الاولاد عاوزين شوربه بصراحه طالبينها. طب بالنسبه عندك لو الاولاد مش عاوزين شوربه، بتاخدي الفراخ بعد ما حمرتيها بتحطها على صينيه البطاطس مباشره. ما شاء الله بتغلي معايا ايه، بتحطي الفراخ طبعا مباشره بترصيها ايه على الصينيه، وهوريها لك برضه. بس انا عشان اعمل شوربه فبسيبها 10 دقايق بس على البوتاجاز معايا، من 7 دقايق ل 10 دقايق تغلي غلوتين، واطلعها واحطها في الصينيه. لو مش حابين الشوربه بتفضيها على الصينيه على طول، تاخد مع بعضها ربع ساعه، وبعد كده تحطيها على الشوايه. وهقول لك تحطي على الفراخ ايه برضه وانت بتشويها. بسم الله ما شاء الله. انا طلعتها من الشوربه بتاعتها وعملت طبقين شوربه ما شاء الله جمال جدا. طبعا انا معايا معلقتين صلصه متوفين في التلاجة. طب هعمل ايه بقى؟ بديها لون جميل قوي كده. طبعا حابه تحطي سوا صوص ماشي، بس انا بصراحه ما بهواش اي حاجه فيها مواد حافظه. انا بحب حاجتي تكون طبيعيه من قلب البيت، وكلها اعمال ايديا. بالمعلقه كده، واحط الصلصه، او ممكن بالعلبه ماشي حسب المتوفر ايه عندك. صح. ما شاء الله في منتهى الجمال. كبسة البطاطس بالفراخ في منتهى الجمال، احطها على الشواية هتدي لون ذهبي جميل. انا بامانة ما حطيتش دهان نهائي، دهانها منها فيه. بسم الله ما شاء الله. العصارة بتاعها يا شوفي، عفوا هي سخنة على ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بسم الله ما شاء الله. ودهانها منها فيه. حابة تعملي جنبها شوية رز بشعرية ماشي، طبعا متوفر جنبك الشوربة. حابه تحطي ما شاء الله، حابه تعمليها بعيش جنب منها طبق سلطه، جنب منها سلطه طحينه، مفيش مانع، حسب الرغبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. كده اكون وصلت للشكل النهائي بتاعنا، صينيه البطاطس المختومه بالفراخ. الشوربه بتاعنا اهي برضو، بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله في منتهى الجمال. حابه تعملي جنبها رز بشعريه ماشي، حابه تاكلها بعيش جنبنا طبق سلطه، طحينه، حابة تعملي طبق ملوخية، بألف هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.